بيبدأ الفيلم واحنا بنشوف أرض بتتحفر، واحدة بتدفن واللي بيكون واضح إن هي لسه عايشة، واللي كانت بتصرخ بس بتصحى من النوم بعدها، وبنعرف إن ده كان كابوس. وبتكمل نوم جنب صاحبها كيفن بس بتسمع صوت همس واللي بيكون قريب منها، فبتصحى وبتشوف مصدر الصوت، وبتشوف واحدة واللي بتكون لابسة اسود واللي بنعرف إن هي شبح. وإلينا بصوت واطي بتسألها أنت مين، بس ما بتردش عليها وبتختفي كأنها كانت ضباب. بتروح إلينا بعدها على الحمام عشان تاخد العلاج بتاعها، واللي بنعرف إن هي بتتعالج من مشاكل نفسية. بس فجأة الباب بيتقفل جامد وراها وبتحس ببرودة في المكان، وبيكون في هوا شديد واللي خلى الحبايه تقع من ايديها، واللي بنعرف ان دي اخر حبايه معاها. فبتصحى تاني يوم مع صاحبها كيفن واللي بتجهز شنطتها معاها عشان يروحوا العزا بتاع والد كيفن. وكيفن بيرجع يقول لها انه هيروح لوحده، بس إلينا بتقول له ان هي ما ينفعش تسيبه يروح لوحده وان هي هتكون معاه. ورجعت قالت له ان هي عايزه تقابل عيلته كلها، وكيفن بيكونش عايز إلينا تيجي معاه، بس بيرجع ويقول ان والدته هتعجب بإلينا بخلاف كل اللي عرفهم قبل كده. فبيركبوا بعدها العربيه وبيروحوا على المدينه وبيدخلوا محل عشان يشتروا حاجات. وبنشوف إلينا وهي بتجمع الحاجات اللي كانت محتاجاها، بس بتشوف راجل وبيسلم عليه بايديها واللي كان بيبص لها بطريقه غريبه. وإلينا بتحس ان في بروده جايه من ناحيته، وبترجع تقاطعها صاحبه المحل اللي قالت لها ان ده يبقى جوزها، وبترجع تقول لها ان هي عندها موهبه ولازم تستغلها بشكل صح. ورجعت قالت لإلينا ان انت بتشوفي حاجات انت لوحدك اللي بتقدري تشوفيها. وإلينا هنا بتقلق من كلامها، فبتروح وبتركب العربيه وبتخرج من المكان. بس لما بتبص في المرايه بتلاقي الست بتاعه السوبر ماركت واقفه وبتبص عليها بطريقه غريبه. وبعدها بيروح على بيت كيفن واللي كان عاجب إلينا ومنبهره بيه، وده بخلاف ان إلينا كانت عارفه ان اسره كيفن اغنياء ومن طبقه اعلى، بس ما فهمتش ده غير لما شافت البيت. وبيرجع كيفن ياخد إلينا ناحيه حمام السباحه، وإلينا بتبص له وبترجع تقول له ان هي نفسها يكون عندها حمام سباحه زي ده. بس اول ما بيديها ظهره وبيمشي بترجع تشوف الست اللي كانت لابسه اسود واللي شافتها بعد ما صحت من الكابوس، بس بتختفي قبل ما إلينا ما تبدا تستوعب الموقف. وطبعا من الخضه إلينا بتوقع التابلت اللي كان في ايديها واللي شاشته اتكسرت. وإلينا بتكون قلقانه من البيت بخلاف ان هي اتعودت تشوف اشباح لما ما بتاخدش العلاج. وإلينا بعدها بتروح على الاوضه بتاعتها بس بتسمع صوت همس جاي من بره، فبتروح عشان تشوف مصدر الصوت، بس بتتفاجئ لما بتشوف نفس المبنى اللي كانت بتشوفه في احلامها. وبعدها بحبه إلينا بتكون قاعده مع كيفن واللي رجعت قالت له ان هي بتحبه بخلاف ان هم معاهم فلوس كتير، وبتتمنى ما يفتكرش ان هي بتستغله. ومفيش ثواني وبتلاقي كيفن بيقرب لها، وبالليل لما بيناموا بنشوف الباب وهو بيتفتح لوحده واللي بيكون فيه هوا بارد جدا بيدخل المكان. وإلينا بتصحى واللي كانت نايمه على الكنبه، واللي بنعرف ان هي كانت بتمشي وهي نايمه، ودي مشكله من مشاكل كتير عندها واللي كانت بتاخد العلاج بسببها. بس بتنزل حمام السباحه وبتغطس في الميه، ولما بتفتح عينيها تحت الميه بتشوف واحده بقها مشوه وعينيها بيضه بتعوم ناحيتها واللي بيكون شكلها ميته، واللي خلى إلينا طبعا تصرخ تحت الميه. وتاني يوم بيصحى كيفن بس ما بيلاقيش إلينا جنبه، وبيشوف حاجه بتعوم على وش الميه وبيفهم ان دي إلينا، بس إلينا بتكون نايمه على الكنبه ومبلوله ميه. وإلينا نادت على كيفن فبيرجع لها وهو قلقان وبيقول لها ان هو كان فاكر ان هي اللي بتغرق في حمام السباحه، وبيطلع العلاج بتاعها وبيرجع يسالها لو اخدته، واللي بنعرف العلبه دي كانت فاضيه. وبترجع إلينا تقول له ان هي نسيت تشتري العلاج، وده بسبب ان هي انشغلت في موضوع الست اللي كانت في السوبر ماركت. بس كيفن بيكون قلقان من ان هي مش بتاخد العلاج بتاعها، وبترجع تقول له ان العلاج ده بيسبب لها هلاوس وان هي مش عايزاه يفتكر ان هي مجنونه. وبيرجع كيفن يقول لها ان ده قرار الدكتور ومش قرارها، وبترجع تقول له ان هي هتروح للدكتور، واللي خلى كيفن يبتسم عشان نروح بعدها ونشوف مامة كيفن. واول ما بتوصل بتبدا تتعرف على إلينا، وبنفهم ان استر شافت كتير وحياتها ما كانتش سهله. وبترجع تبص لإلينا وتقول لها ان هي حلوه، وبترجع إلينا تقول لها ان البيت احلى، فبترجع استر تقول لها ان البيت ده ابشع مكان ممكن اي حد يعيش فيه. وبعدها بنتعرف على اصحاب كيفن واللي بيكونوا كلايد وانا ونالا، فبتقول واحده منهم ان إلينا احلى من اي واحده هو عارفها قبل كده. وإلينا بتستغرب من كلامهم لانه ما جابش سيره اي حاجه من ده، وبترجع صاحبتها تاكد كلامها. وبعد كده كلايد بيقاطع الكلام ده وبياخد كيفن عشان يشربوا حاجه، وده بيسيب إلينا مع باقي البنات. وإلينا بترجع تقول ان هي مع كيفن بقالها 4 شهور، واللي خلاهم كلهم يتصدموا لان بنعرف ان هو ما كانش بيكمل اسابيع مع اي واحده. وبنرجع بعدها للمراسم بتاعه العزل، وبنشوف استر وهي بتتكلم مع كله بتقول ان جوزها كان بيحب البيت جدا بنفس قدر حبه للنسوان اللي كان بيخونها معاهم، وده خلى كيفن يتحرج. وبترجع استر تفتح العلبه واللي بنعرف ان هي فيها الرماد بتاع والد كيفن، وبترميه وبتودعه بسخريه وبتقول هتدفن في المكان اللي كنت بتخوني فيه. وبعدها بحبه بنشوف كلايد وهو بيقرب من إلينا وهو بيشرب في الوقت اللي إلينا كانت بتبص على كيفن مع والدته، وبتسال كلايد على علاقتهم سوا بس بيجاوبها ان هما دايما في خلاف. وبعدها بنشوف استر وهي بتودع كل اللي موجودين، وبيرجع كيفن يقول للكل ان مامته باعت البيت وهيسلموا للملاك الجداد في خلال 10 ايام، واللي خلاهم كلهم يمشوا من المكان. بس إلينا بتقول لهم يستنوا، وقالت لهم ان البيت ده بيكون فيه ذكريات كتير بخلاف ان فيه حياتهم كلها وما ينفعش يدوسوا عليها ويبيعوها بالسهوله دي. وطلبت منهم ان هم يقعدوا ليله كمان قبل ما يمشوا، ورجعت قالت لهم حتى عشان اقدر اتعرف عليكم كلكم، بخلاف ان هي قالت لهم ان هي مش عايزاهم يندموا على القرار ده، وبيوافقوا كلهم على ده. وبنشوفهم بعدها وهم بيحتفلوا في البيت. وبالليل بنشوف انا وهي بتقول انا مش مصدقه اني وافقت على ده. وفجاه بيجي كلايد عشان يديهم المشروب اللي عمله، بس بعد ما كلايد بيمشي انا بترمي
الكوبايه في حمام السباحه، وقالت لكيفن بعدها ده قرف وما تشربوش، وكلايد بيقول لها شكرا بس بتقاطعهم إلينا، واللي كله انبهر بمنظرها، وكلايد بيديها من المشروب بتاعه فبتشربه وهي قرفانه، واللي بيرجع يصب لها تاني. وبعد كده بنشوف إلينا وهي بتشوف نالا وهي بترتب اوراق طرد، ورجعت قالت ان هي كانت بتزور دكتور نفسي، بخلاف ان هي كانت كل اللي محتاجاه هو ورق الطرد. ورجعت قالت ان جدتها كانت بتحكي لها قصص في طفولتها، وبترجع إلينا تقول ان هي جدتها كانت كمان بتحكي لها قصص في طفولتها واللي بتكون عن الاشباح والارواح، بس بخلاف ده هي ما كانتش بتصدق اي حاجه من اللي هي بتقولها. ورجعت قالت لها ان جدتها كانت بتقول لها ان هي موهوبه وبتقدر تتواصل مع الموت، بس بخلاف كل ده هي ما كانتش بتصدق. ورجعت تسال إلينا لو تقدر تشوف جدها او جدتها، قالت لها لا ما بقدرش اشوفهم، بس وهي بتتكلم الحجر اللي كان في ايديها بيسخن وبيتحول للون الاحمر واللي اتلسعت منه، بس الغريب ان ما كانش فيه اي علامات حرق في ايديها. وبيرجع كيفن يهديها، فبتتضايق إلينا وبتقول له ان هي احرجته قدام صحابه، وبيرجع كيفن يقول لها انه يفضل يحبها برضه. وبعدها بحبه بيسيبها وبيمشي، بس بتشوف خيال بيمشي جنبها، عشان بعدها تشوف ست كانت بتمشي وهي بتعرج كأن عظمها متكسر، بخلاف ان هي شافت ايدين بيخرجوا من تربه، وفجاه ايديها بتختفي وبتخرج دماغها، واللي خلى إلينا تترعب عشان فجاه تمسك ايديها واللي بتكون ايد الست دي ساقعه، وبتقرب منها وهي بتقول لها ما تثقيش فيهم. بس إلينا بتصحى من الكابوس ده، وبنعرف ان ده كان كابوس تاني حلمت بيه. وهنا بتبدا القصه، وبنشوف كلايد وهو بيعوم واللي بيكون في حاجه بتعوم جنبه، بس ايديها بتبدا تلمسه وما كانش واخد باله لانه كان فاكر ان ده حلم. بس لما بيصحى بيصرخ وبيقع في الميه، وبيشوف الحجاره بتاعت إلينا واللي كانت بتنور في الوقت اللي كيفن شده من الميه وطلعه من غير ما يضيعوا وقت. بيعملوا له انعاش وبيفوق بعدها بلحظات، وبيرجعوا يسالوه هو حط لهم ايه في المشروب بتاعهم، قال لهم ان ده كان كحول بس. فبترجع تقول له احنا كلنا شفنا حاجات غريبه بعد ما شربنا المشروب بتاعه. وبعدها بنشوف نالا وهي بتحط الحجاره على الكومودينو وبتروح عشان تاخد شاور، وإلينا بترجع تقول ان هي بتشوفه وبتسمع حاجات في البيت هنا من ساعه ما جت. ورجعت قالت له ان في حد اتقتل في البيت هنا، بس كيفن بيقول لها ان ده بيحصل عشان هي مش بتاخد علاجها. فبترجع تساله بتقول له مين ريبيكا، والغريب ان السؤال ده خلاه يتوتر اكتر، وبيقول لها انه ما يعرفش انت بتتكلمي عن مين، وبيتخانقوا بيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف انا مع كلايد وبتكون بتساله إلينا تعرف ايه عن ريبيكا، قال لها ولا اي حاجه. وإلينا بتكون بتستحمى وبتسمع صوت حد بينادي عليها تاني، ولما بتخرج بتشوف زي تلج بيتكون على الازاز وبتقرب منه وهي مستغربه، بس بتحس ببروده شديده وراها. ولما بتلف رقبتها عشان تشوف في ايه بتلاقي الست اللي كانت في اول الفيلم قدامها، وجمعت شجاعتها وسالتها هي عايزه ايه منها. رجع الشبح يقول لها سيبيني ادخل، واللي بنعرف ان هي نقلت نفسها جوه إلينا اللي كانت بتتراش وبتتنفض على السرير بعد ما دخلت جواها عشان بعدها تدخل نالا. وبتلاقي الباب بتاع البلكونه مفتوح، بس اول ما بتقفله وبتخرج وبتمشي من المكان الباب بيتفتح تاني لوحده، وبتسمع صوت حد بيعيط. في نفس الوقت إلينا بطلت تتراش، وفي نفس الوقت بنشوف انا اللي شافت خيال في المرايه بيمشي وراها. وبعدها بنرجع لنالا واللي كانت بتجرب ورق التاروت، واللي بنعرف ان كل ورقه بترمز لحاجه هتحصل طبقا لثقافتهم، بس لما بتقلبهم كلهم كانوا بيرمزوا للموت. واترعبت، بس لما بتشوف باقي الورق اللي في ايديها بتلاقيه كله بيرمز للموت، وبترمي الورق عشان فجاه تلاقي الورق كله بيهاجمها واللي عمل لها جروح في جسمها. وبنشوف كلايد وهو بيعمل المشروب بتاعه في الوقت اللي حاجه هاجمت انا وكانت بتغرقها، عشان فجاه تلاقي المشروب اتحول لدم في خلاط وبينفجر في وشه وبيغرقه كله، وانا بتطلع في نفس الوقت من الحوض، وبترجع تلاقي كلام مكتوب غريب في وشها، ودي كانت المشكله، وبيكون مكتوب ان ده ما حصلش، وهنعرف الكلمه دي ترمز لايه قدام. وبتروح لكيفن عشان تحكي له على اللي حصل، وبيخرجوا بعدها وبيروح لكلايد اللي كان بيحكي لهم هو كمان على اللي حصل معاه، بس غريب ان كل حاجه رجعت زي ما كانت، وبيرجع يقول لهم ان كان في دم عليه وهو مرعوب. وبنرجع للمشكله الاكبر إلينا وهي بتقوم بشكل غريب وبتقف على رجليها وبتخرج بره ليهم، وبترجع لكيفن وكلايد في الوقت اللي كان بيتهموا كلايد انه حط لهم حاجه في المشروب، بس في نفس الوقت بيشوفوا إلينا بتنزل المايه وبتقابل شبح تاني تحت المايه اللي قالت لها ما تثقيش في كيفن، وبتقاطع ده بانها بتبوس إلينا، وبتبدا تشوف ذكريات عن قصه ريبيكا. بنشوف كلايد ونالا وانا، وكيفن بيوصل البيت مع واحده نسخه من إلينا وبيعرف صحابه بيها ان دي تبقى ريبيكا. فبتروح إلينا وبتبص على شكلها في المرايه واللي بنعرف ان دي تبقى إلينا، وبتلاقي ان هي بقت ريبيكا. وبتبدا القصه هنا وهي بتشوف ان الشله دي قذره والمفروض تكون بعيده عنهم قدر الامكان. وبنشوف كلايد وهو بيحط حبايه في المشروب بتاع ريبيكا، وبعد ما شربته بتروح ريبيكا عشان تصحي كيفن وتقول له ان هي دايخه وحاسه ان فيها حاجه غلط. وبعدها بلحظات بنشوف كلايد وهو بيروح وبياخد ريبيكا واللي كان بيبوسها وهم ماشيين، وبيروح على اوضته بيحطها على السرير عشان يبدا يفرض نفسه عليها. وبعد ما بيخلص ريبيكا بتفوق وبترجع تقول لكلايد انت حطيت لي ايه في المشروب بتاعي، وبيعوج شفافه ويقول لها انا ما حطيتش حاجه. وهنا ريبيكا فهمت ان كلهم متفقين عليها، واللي قعدت تشتم فيهم واللي خلى انا تقول لها انت واحده فقيره ومفروض ما تكونيش معانا هنا. وبعدها بنشوف ريبيكا وهي بتغرق في الميه، وإلينا بتفوق وما بتكملش القصه لان كيفن شدها من الميه. بس بخلاف كل ده إلينا بتمشي بعيد عنهم عشان فجاه شكلها يتغير وبتاخد شكل ريبيكا، وبعدها بلحظات بيظهر سنانها وشكلها بيبقى بشع واللي خلاهم كلهم يجروا. وبنشوف انا وهي بتجري ناحيه عربيتها بس مش بتلاقي المفاتيح بتاعتها، في الوقت اللي كلايد بيروح عشان يدور على نالا اللي لقاها ميته واللي خلاه يعيط لان هو فهم مصيرهم كلهم، وبيقاطع ده ريبيكا اللي زقته على
نفس السرير، وانا بتجري على كيفن وبتساله على المفاتيح، بس قبل ما بيرد بيسمعوا صريخ كلايد وبيجروا على الاوضه بتاعته وبيدخلوا الاوضه عشان يشوفوه متقطع من ريبيكا. وطبعا الاتنين بيتصدموا من المنظر، بس فهموا ان مفيش وقت للصدمه وبيجروا من الاوضه. بس ريبيكا كانت بتطاردهم وهي بتزحف على الارض، وقفت على رجليها وقالت لانا انت السبب اني ميته، وانا ضربتها على وشها بحديده اللي ما عملتش اي حاجه غير انها عصبت ريبيكا اكتر. وانا بتجري وبتلاقي مفاتيح، فبتخرج على بره وبتركب العربيه وبترجع تقول لكيفن ان كل اصحابنا بقوا ميتين ولازم نخرج من هنا. وبيخرجوا من العربيه وكيفن بيسوق العربيه، ورجع قال لي انا ممكن اقتل نفسي ولا اني اكون في ايد ريبيكا. بس على سيره ريبيكا بيلاقوها في كنبه العربيه ورا، والينا بتتخض وبتوقف في العربيه وكل واحد بيخرج، والينا بتجري ناحيه المكان اللي دفنوا فيه ريبيكا وبتنادي عليها وبتقول لها ان هم مش خايفين منها، بس كان لازم تخاف لما تلاقي ريبيكا في وشها. وبتقول لها انت مش عارفه معنى خوف لسه. ترجع تقول لها ان هي عايزه تنتقم، بس انا بتقول لها مش هتنتقمي مننا انت ميته، واللي خلى ريبيكا تتضايق وتهاجم انا. وبيظهر كيفن واللي بينط على ريبيكا عشان يكتشف ان هي في الواقع تبقى لينا. وبترجع انا تقول له ابعد عنها هنموت كده احنا الاتنين. وبترجع تاخد شكل ريبيكا تاني وبتبوس كيفن، واللي بنعرف ان هي كده بتوري له الذكريات بالطريقه دي. وبنرجع واحنا بنشوف ريبيكا وهي عند حمام السباحه وبتتزحلق وبتقع على دماغها وجسمها بيفضل عايم على وش الميه. بس المشكله الاكبر ان انا شافتها وهي غرقانه في الميه وكانت تقدر تنقذها بس ما اتحركتش من مكانها. وبنرجع تاني والمفروض دي معلومه اول مره كيفن يعرف، وبيرجع يقول لانا انت سبتيها تموت وقلت لنا كلنا ان دي حادثه، وانا بتقول له هي فعلا كانت حادثه. وكيفن بيلف وبيتاسف لها على اللي حصل، بس بنعرف ان ريبيكا ما كانتش الوحيده. وبعدها بثواني بتظهر ريبيكا ورا انا وبتفحص دماغ انا كانها عجينه، وبترجع تاني وتاخد شكل الينا واللي ما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل عشان كيفن يحضنها ويقول لها كل حاجه خلاص خلصت. وقالت له ان هي كانت بتحبه وبترجع تبوسه عشان نشوف فلاش باك تاني. وبنشوف كيفن وهو بيحفر حفره لحد ما انا بتقول له كفايه كده، وبنعرف ان ده نفس الحلم اللي كانت بتحلمه في اول الفيلم، ونيلا كانت مصدومه وبتقول لهم ان ده غلط. بس انا بتقول لها احنا ما عندناش حل تاني هنلبس الجريمه. وبنشوف كيفن وكلايد وهما شايلين ريبيكا وبيرموها في الحفره، وكيفن بيقول ان ده ما حصلش وكلهم بيقولوا وراه ان ده ما حصلش، بمعنى ان محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده. ودي الكلمه اللي كانت مكتوبه في الحمام اللي قلت هنفهم معناها قدام. بس المشكله الاكبر ان ريبيكا كانت لسه عايشه، واللي خلى انا ونيلا يتخضوا. بس رد فعل كيفن كان مش متوقع وكان بشع لانه اخذ المجرفه ونهى حياتها بيها. وبنرجع تاني للواقع ولينا كانت مصدومه من اللي كيفن عمله ورد فعله. وبيبدا هنا كيفن يفتح شلال اعذار ومبررات وبيقول لها ان ده رد فعله ملحقش يفكر حد. وبخلاف كلامه لينا بتقول له ان هي كانت ممكن تبقى لسه عايشه لولا ان انت قتلتها. ورجعت قالت له انت كده مسؤول عن وفاتها. ورجع قال لها ان ريبيكا كانت حساله من الشارع وملهاش قيمه وما تستاهلش انقاذها. فالينا قالت له انا لو كنت مكانها كنت هتدفن زيها. وقالت له انتوا تستاهلوا اللي ريبيكا عملته فيك. ورجعت قالت ريبيكا خدي حقك. فبتتحول ريبيكا اول ما قالت كده. بعدها بنشوف كيفن وهو بيتدفن من الينا، واللي بنعرف ان ريبيكا كانت واخده جسمها، واللي قالت له ان ده حصل عشان بعدها تهاجمه بنفس الطريقه ونفس المكان. وبعدها الينا بتركب عربيتها وبتمشي وبتروح على المحل اللي كان في اول الفيلم، وبتشوف الراجل اللي شافته وهو بيسلم عليها وبنعرف انه شبه. وصاحبه المحل بتقول لها ان جوزها اتوفى من 10 سنين وان جوزها مش عايز يسيب المكان ده وحابب يفضل جنبها. ورجعت قالت لإلينا ان دي هديه ولازم تقبلها. وبترجع إلينا تقول لها دي لعنه اكتر ما هي هديه عشان الست تقول لها تفهمي قريب انها هديه. وبعدها إلينا بتخرج وبتركب العربيه وبتمشي، بس لما بتبص في المرايه بتشوف شبح كيفن في الكنبه اللي وراه بس. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.